لهذا النادي؟ انا في رايي المطالب ديال جمهور الوداد ولا الوناس كانت يعني بسيطه، وما كانش شي حاجه تعجيزيه. الناس كانوا كيطالبوا بهيكله النادي، الاهتمام بالفئات العمريه، لان الا جينا نشوفوا الكادي ولا الشبان ولا الامل ديال الوداد راهم في واحد الوضعيه. جميع الفروع بالنسبه لي انا ماشي غير فروع، ما كندويش على الرياضات الاخرى، كندوي على الفئات العمريه ديال كره القدم، راه جونيور ولا ليسبوار ولا هذا راه ما كاينش. الفريق ما بقاش كيطلع ابناء المدرسه. اللي جينا نشوفوا فريق الامل اللي كيلعب في القسم الثاني هو راه كيحتل المركز 13، بخلاف الرجاء اللي هو في المركز الاول. ما كاينش ابناء المدرسه ما بقاوش كيطلعوا، ما كاينش هيكله ديال النادي، ما كاينش اللجنه ديال التعاقدات، ما كاينش مدير تقني حقيقي، ما كنتكلمش على مدير تقني يكون صوري، ما كاينش مدير رياضي، ما كاينش مجموعه من الاشياء، ما كاينش لجان. كاين فريق يسير من طرف شخص واحد ومن طرف افراد اخرين راهم كيكونوا كينفذوا التعليمات ديال الرئيس، هما اللي كيبانوا في المشهد. وهادشي لا يليق بفريق يقارع الاهلي والزمالك والصن داونز والترجي. راه ما كاينش حتى فكره تسويق الفريق ولا الاجازات ديالو. واحد راه من ضمن المطالب، راه نجبد لك نرجعوا البلاغات الرياضه ديال 2017 و18 و2019 و20 غتكون كيتشابهوا، تقدر دير با كوبي كولي، تعاود تهزو تعاود تحطو. راه نفس المطالب كيطالبوا بالتسويق، كيطالبوا بجيب مستشهرين في مستوى النادي. يمكنش الوداد اللي 9 سنين هم متتاليه وكيلعب الشامبيونز ليغ وما عندوش يعني مستشهرين يعني اللي ضخوا في الماليه ديالو واحد مبالغ محترمه. يعني مطالب يعني كثيره بالجمله، ولكن ماشي تعجيزيه. ملي كتشوف المطالب